مساكم الله بالخير حبايبي. مقبلات السباجيتي من المقبلات اللذيذة والباردة واللي ممكن نحضرها وممكن تبقى من الفطور للسحور، كلش حتفيدنا إن شاء الله تنال إعجابكم. نصلي على النبي ونبلش. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سن ثوم، شوية زيت زيتون، وكمية لبن. هذا عندي كوب لبن، راح أخلطهم خلط بسيط جدا، يعني بالملعقة، لا ويسك ولا أي شيء، ورشة ملح حسب الرغبة. وراح أبدي أنزل بيهم كمية من الاسباجيتي اللي سلقتها بمي ورشة ملح وبرشة بسيطة من الزيت. هالشكل قلبتهم وراح تتشرب كل المواد. زيدت اللبن ورشة من المعدنوس للفائدة، يعني هي الوصفة ما بيها معدنوس، بس المعدنوس احنا حتى ندخله بأكلنا ونحصل على قيم غذائية أكثر. شوية تزيين بسيط وراح تصير لذيذة وباردة وطيبة، وبأي وقت ممكن هيجي سناك بسيط. عندي هنا حمست شوية من المعجون وضفت عليه عصير ليمون، وراح أنزلهم، طبعا حمستهم بزيت زيتون مو بزيت عادي لأن هي للسلطات خصوصا. نكهة المعجون المحموس أطيب. ونزلت عليها الاسباجيتي المسلوقة كذلك اللي همينة بمي وملح ورشة من الزيت حتى تبقى مفرفطة ما تلزق. راح نلابسهم ويا صلصة المعجون، وراح نرش الملح الكفاية حسب الذوق، أي بهارات تريدون، فلفل أسود، كمون، أني ما أحبهم بهيج الشغلات، شوية خيار، شوية معدنوس، شوية عصير حامض، ممكن طماطة شوية، رشة من النعناع، وراح تصير عندكم سلطة اسباجيتي كلش لذيذة كلش طيبة، وممكن تعتبروها وجبة بسيطة للسحور، هم مشبعة وهم لذيذة وبها خضار، وتدخلون الخضار بأكلكم، خاصة الأولاد ما يحبون الخضار وما يستفادون من المواد الصحية اللي بيه. بهيجي أطباق ممكن يستفادون من عندها. إن شاء الله عجبتكم الوصفة. شكرا، مع السلامة.